السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وجيه محمد سليمان من منطقة الدريكيش طلعت أفرجت عن الحكومة السورية. بالظاهر الشخص ما عليه شيء، فطالعته براءة يعني. وفرحة كل أهل ضيعته، كل أهل دريكيش يعني أهله. تشوف أمه شلون شلفت حالة عليه، وخواته وأولاده اللي هو يعني. فمبروك إن شاء الله، عودته بالسلامة. شفتي يا ام وجيه، راح اقول لك ام وجيه انا على اسم ابنك يعني. شفتي يا ام وجيه الولد ما اغلى؟ شفتوا يا خواته لوجيه الاخ ما اغلى؟ شفتوا؟ لك لح نفرح لكم، لانه الشاب افرج عنه ما عليه شيء، بدون ما يتعرض لاي عذاب يعني، اي اضطهاد يعني. اسالوه تكهرب شيء، انشبح شيء، تقطعت اعضاؤه شيء، اسالوه. ليكون طالع بصحة وعافية ما شاء الله عنه. شفتوا يا ام وجيه، يا علوية، يا اقليات، شفتوا الولد ما اغلى؟ شفتوا الاخ؟ شفتوا شو سويتوا فينا؟ دخلتونا على المعتقلات، طالعتونا بلا عقل. كثير من الناس طلعت فاقدة عقلها. دخلتونا على المعتقلات، ما عدتوا طالعتونا. يعني أنا بذكر أخي الله يجعله من الشهداء، دخلنا على المعتقل، أنا الله كتب لي عمر وطلعت، تحملت القتل اللي والعذاب اللي عذبتوني إياه، وأخي استشهد تحت التعذيب. شفتوا ما أصعبه؟ شفتوا يا أم وجيه ما أصعبه؟ وقت الأب بينطر كل هالسنين ليطلع ابنه، وبالأخير بيقولوا له مات تحت التعذيب. شفتي وقت الزوجة بتبيع بيتها، بتبيع كل شيء لتردها الأب لأولاده، بعد ما بتدفع كل هالأموال بتصير بالشارع بيسلموها هويته وبيقولوا له مات. وشفتي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يعني، هذا تاريخ من الجرائم والإبادة لأهل السنة. شفتوا شو سويتوا فينا؟ 10 شهور ما تحملتيهم فراق ابنك عنك. كيف نحن سنوات طويلة عم نستنى آبائنا وأخواتنا، أولادنا، خواتنا، أمهاتنا. في ناس طلعت مجنونة، وفي ناس طلعت مهسترة مقهورة، وفي ناس ما طلعت. وفي ناس يا أم وجيه لهلا عم تستنى تلاقي جثث ولاية. شفتوا شو سويتوا فينا؟ مبروك طلعت ابنك، وإن شاء الله ما بينظلم حدا. إن شاء الله طالما نحن بالحكم ما بينظلم حدا. الحمد لله على السلامة.